الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. يبدو أنه أنا ما راح أخلص من قصة إلهام أحمد وردود الأفعال عن البوست اللي أنا نشرته واللي ألحقته بفيديو. ردود الأفعال، وهذا طبيعي، يعني ردود الأفعال المتباينة. هنالك من يعني تعامل مع الموضوع يعني بشيء من الترحيب، وهنالك السخط والرفض والشتم والذم دون إخضاع ما أنا قلته أو ذكرته في البوست وفي الفيديو لمحاكمة عقلية ومنطقية. طبعا وصلتني شتائم، يعني حتى إهانات، شتائم، تهديدات بالقتل، تخوين، كل ما يخطر في بالك. وأتيت على ذكر جزء من هذه المسائل، وعنيت بالموضوع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا، يعني بالاسم والمنصب. رئيس منظمة أوروبا عبد السلام مصطفى، الاسم الحركي بشير، ومدير مركز بوخم للدراسات نواف خليل، بحكم هو كمان بشكل أو بآخر ضمن إدارة هذا الحزب، ويمثل واجهته البحثية والإعلامية وهيك قصص يعني. فأتاني ما أتاني من قدح وذم وتشهير وتخوين يعني بما نضحت به أوانيهم. لكن هذا المساء 6 أكتوبر، وأنا الآن في حدود الساعة يعني 11:10، بدأت أسجل هذا الفيديو. وصلني قبل ساعة أو أكثر رابط، ساعتين تقريبا، رابط للشاعر والفنان التشكيلي الكردي دلدار فلمس، المقيم في زيورخ في سويسرا. فيديو نشره على قناته على اليوتيوب وعلى صفحته في الفيسبوك. يحاول قدر المستطاع، وقد بذل جهدا، وهذا يعني سقف ما لديه، يعني لا ألومه. حاول أن يتنطع للدفاع بشكل أو بآخر عن إلهام أحمد، ويعني تناولني بشيء من النقد والدعوة إلى التسامح وممارسة الجانب الأخلاقي والمهني في النقد السياسي ومن هذه القصص. هو نشر الفيديو على صفحته على الفيسبوك 3 مرات، دلدار فلمس. يعني آخر مرة شفت فيها قبل أن أسجل الفيديو هذا، أنه بعد 20 ساعة على مرور نشر الفيديو، مستوى التفاعل يعني كان يعني استغربت أنه المشتركين في قناته أكثر من 1400 شخص، لكن اللي تفاعلوا مع الفيديو أو شاهدوا الفيديو بعد مرور 20 ساعة هن 140 أو 145. وأنا صورت لحظة يعني المتابعة الأخيرة لي، دخولي على صفحته وعلى قناته في اليوتيوب، صورته والصور سأرفقها بهذا الفيديو. بعد مرور 20 ساعة على نشر الفيديو، التفاعل كان يعني قليل، لا يرقى إلى جهده وتعبه، وهو يعني أمعن في نشر الفيديو 3 مرات على صفحته على الفيسبوك، ولديه متابعين على الفيسبوك، يعني نسبة مقبولة. لم أستغرب من تكرار نشره لرابط الفيديو 3 مرات، وفي مسافة يعني 3-4 ساعات ما بين النشر الأول والثاني والثالث. لم أستغرب يعني الإمعان والإصرار أنه هذا الفيديو يوصل لأكبر قدر من الناس، بدليل أنه
يعني 3 مرات. أنا شفت الفيديوهات اللي هو ناشرة، ما في فيديو من تلك الفيديوهات ناشرة. طبعا هي في فيديوهات قديمة وأرشيف وشغله وكذا، بس ما في فيديو من تلك الفيديوهات ناشرة 3 مرات، باستثناء هذا الفيديو الأخير يعني الذي تناولني به نقدا، وأعطاني شوي دروس في آليات التناول النقدي والأخذ في الحسبان الجانب الأخلاقي والجانب اللغوي والجانب المهني وكل هالقصص هاي، يعني بمنطق الأستاذة، وعلى العين والرأس أنا بقبله يعني. أهلا وسهلا، هو أستاذنا وشاعرنا وفناننا المهم دلدار فلامس، أهلا وسهلا يعني. لكن ما لفت انتباهي انه في ال3 مرات اللي هو ناشر الفيديو على صفحته في الفيسبوك، هو كان من ضمن المعجبين القلق، يعني يمكن مجموع للحظة دخولي على صفحته، مجموع الذين أعجبوا بهذا الفيديو، وأنا صورت يعني مشان الكلام يكون موثق. ربما يعني مجموع المتفاعلين مع هذا الفيديو لم يتعدى، لا أعتقد أنه يتعدى 40 شخص، لا أعتقد يعني. وهذا ليس انتقاصا منه، يعني الجهد الذي بذله في هذا الفيديو يستحق أكثر من هذه النسبة من التفاعل يعني. ربما بعد الفيديو اللي حاليا عم صوره، ربما لاحقا يلقى جهد دار فلامس نسبة يعني تليق بمجهوده الذي، نسبة من التفاعل تليق بمجهوده الذي بذله في تصوير ومونتاج الفيديو، ونزله على اليوتيوب ونزله على صفحته على الفيسبوك. ما لفت انتباهي انه هو 3 مرات يعني حاطط إشارة القلب، علامة القلب على الفيديو تبعه 3 مرات. شيء غريب انه واحد يعني بيحكي لي بالفيديو بيقول انا متضخمة عنده شنقوسة يعني. طيب ماذا تسمي شخصا يبدي هذه الدرجة من الإعجاب بشغله؟ فهمنا مرة واحدة بتحط قلب، 3 مرات بتحط قلوب يعني على الشغل تبعك. ما مستدل دار هفال دلدار فلمس يعني. والله أنا استغربت من هذا الموضوع، وأحيل هذا الأمر للمعنيين في علم النفس، لأنه هو يحاول يحلل خطابي النقدي لحزب العمال الكردستاني، ويعني على الجانب النفسي واللغة ما خلا شيء، ما حكى فيه يعني. طبعا الأستاذ زلدار فلامس هو في بداية الفيديو قال إنه هو يخوض في هذا يعني في السياسة، يعني هو السبب اللي دفعه في تصوير الفيديو تبعه ليس الجانب السياسي، ولكن الجانب الأخلاقي، بيركز على الموضوع الأخلاقي. وأنا كمان يعني راح أحاول قدر المستطاع يعني اتناوله بنفس المعيار، بنفس الميزان، من نفس الزاوية، من الجانب الأخلاقي. راح أحاول أرد عليه الحجة بمثلها، ويعني أتناوله أو أرد أو أعلق على ما تفضل به الأستاذ الشاعر الفنان التشكيلي دلدار. طبعا هو بيخاطبني السيد، هو يعني ما بيشوفني شاعر، ما بيشوفني كاتب، ما بيشوفني كذا، وهذا حقه. أنا بشوفه شاعر، بشوفه فنان تشكيلي وكذا. من الجانب الأخلاقي والمهني، عندما تتناول الناس أو تنتقد الناس، تخاطبهم بصفاتهم. يعني أنت خاطبتني ومش يعني كشخص من عامة الناس يعني، فبتخاطبني بالحقل والحيز اللي أنا بشتغل فيه. هذا مش مني، هذا استحقاق، وهذا واجب مهني وأخلاقي. لكن أنت تفاديت هذا الموضوع، والسيد أهلا وسهلا يعني. كمان أشكرك
على الكرم الأخلاق، يعني إنه تخاطبني بهالأسلوب. هو بيقول إنه عم يناقش الموضوع، ما بيناقش يعني السياسة، لأنه ليس، ما بيحب السياسة وليس أهلا للسياسة وما بيطيق السياسة، لكنه بيناقش في السياسة. الفيديو، وانتم راح تشوفوا الفيديو ده، أنا راح أنشر الرابط تبعه. طبعا راح أرفق الفيديو هذا بالصور اللي نشر الصور اللي أخذتها من صفحته، كيف نشر الفيديو 3 مرات، كيف وضع علامة القلب على الفيديو تبعه، كيف بيقول بيرد على تعليق: على راسي روجافا وإدارتها واحترامي لكم وتقديري لكم وقبولاتي لكم ولكم ولكم، مرتين مكرر: لكم والتقدير والتبجيل والاحترام وحزمة ورد، الله يعطيه العافية. يعني عموما يعني أستاذ دلدار فلمس شخص ما بيفهم بالسياسة، ليش يقحم نفسه في موضوع هو لا يفهم فيه وما بيحبه وما بيطيقه؟ انت عم تحكي عن تجربة سياسية. حزب العمال الكردستاني، شخصية سياسية اسمها إلهام أحمد، واحد كان مع هذا الحزب وتركه هو شنغوسي، وينتقد هذا الحزب على قاعدة الاختلاف السياسي والتباين السياسي. الموضوع بمجمله برمته موضوع سياسي. أنت منك على دراية بهذا الملف، بهذا الموضوع، وتقر وتعترف بذلك، لماذا تقحم نفسك فيه؟ يعني هذا الموضوع يعني يلزمك بتبعات سآتي على ذكرها، ونقاط كثيرة يعني تسجل عليك في هذا الخصوص. واحد ما له علاقة بالتشكيل، كيف يعني يرسم، وما له علاقة بالشعر، كيف يكتب شعر، ما له علاقة بالكتابة، كيف يقدم يعني أو يخوض في قضايا الكتابة والنقد والقصص هي كلياتها. يعني من مبدأ لكل مقام مقال، فأنت تمقت مقام السياسة ولست أهلا لها، ولم تكن منتميا، وجاي تحكي لي حكي سياسي بهذا الخصوص. أكيد يعني الحكي رح يكون يعني عليه ما عليه من الملاحظات والهفوات والعثرات والمثالب. يعني بمعزل عن هذا الأسلوب سأحاول أن أناقشه كما ذكرت، أنه الجانب المهني والتوازن والجانب الأخلاقي في الفيديو تبعه. يعني هو يعني حتى في عنوان الفيديو والمانشيت اللي نشره على الصفحات بعيته عم يخاطبني بشكل مباشر السيد عبد العزيز العثمان، العثمان. وفي سياق الفيديو بيقول انه هذا مش كشف، ولا تتهمني انه مسألة امنية. لا لا لا، انا ما راح اتهمك بهذا الخروج ابدا، بس انا راح طالبك بشيء من التحري والتوازن والمهنية. اولا انت بتعرفني باسم هوشنغوسي، وكنت على علاقة معي باسم هوشنغوسي، وأنا أجريت معك حوار أو كتبت مقالة مرة مرتين ونشرت في مجلة سورغول اللي أنا كنت في هيئة تحريرها باسم هوشنغوسي، وصار لي 21 سنة في حقل الكتابة الأدبية والسياسية باسم هذا الاسم. يعني شو الداعي، شو الجدوى من أنه بتجيب هذا الاسم وتقول لي هذا اسم حركي؟ هوشنغوسي اسم حركي، والاسم الحقيقي هو عبد العزيز العثمان. يعني شو هالعبقرية أو شو هالقرينة أنت إن شاء الله كل فكرك أنه أنا مخبي هالموضوع على أساس أنه عم تكشف هاي المسألة وتستبق الأمور وتقول أنه أنا سألقي عليك بظلال الشك والريبة وأنه المسألة أمنية. لا لا لا، أنا هالقصص هي ما راح أقولها، بس في اختراع بهذا العالم اسمه جوجل، اعمل بحث راح تلاقي انه انا حاكي حول هالموضوع من زمان. واذا بتدخل على موقع كتارا للرواية العربية راح تلاقي الاسم عبد العزيز محمد أوسي. وهذا هوشانغ
يعني إذا يعني قبلنا جدلا هو أنه اسمي الثاني، فهو ليس اسما حركيا، هو اسم أدبي. إذا أنت أردت في يوم من الأيام أن تتناول تجربة جان دوست والروائي والباحث والناقص، ينبغي أن تأخذ باسمه الحقيقي، مش باسم جان دوست المتعارف عليه بين الناس. يعني إذا بدك تحكي عن هوشنغ بروكا كشاعر وكفنان تشكيلي، لازم تأخذ كمان اسمه الحقيقي. إذا بدك مين بدك أدونيس، لازم تقول محمد علي إسبر ومن هالقصص، ما تقول تخاطبه بأدونيس. مين بدك عبد الحليم حافظ، لازم تقول له عبد الحليم شبانة. أم كلثوم لازم تناديها أسمهان لازم تناديها بأمال الأطرش. مين بدك يعني من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والثقافي والسياسي والأدبي والقصص كلياتها. يعني لازم عملا بهذا المنطق أن تخاطبهم بأسمائهم التي تظن أو تفترض أنه عبد العزيز العثمان هو اسمي الحقيقي. طبعا أنا حكيت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، وأنا لست مسؤولا عن عدم اطلاعك وعن عدم درايتك، بين قوسين عن جهلك في هذا الموضوع. طبعا الجهل ليست سبة، يعني عدم الاطلاع وعدم الدراية وعدم الإلمام وعدم التحري، ويعني قصور النقرة، يعني لا تؤاخذني، جهل يعني. أنا مواليد 76، وفي الكل بيعرف أنه في 74 بلش نظام البعث تنفيذ المشروع العنصري للحزام العربي في المناطق الكردية، ومن ضمن الإجراءات منع تسجيل المواليد بالأسماء الكردية. والدي الله يرحمه ويرحم أمواتك ما مستدل دار كان اسمه أبو هوشنگ، هو كان يكنى بأبو هوشنگ فسماني هوشنگ. لكن لأنه في تلك السنة من بعد 74 كان يعني ممنوع تسجيل المواليد بالأسماء الكردية. أنا أختي اللي مواليد 70 اسمها نوروز، سجل يعني اسمها لأنه اسمها سابق على المشروع العنصري للحزام العربي. أنا فيما بعد ولدت في 76. أخي اللي كان بيكبرني يعني في مواليد 75 اسمه سيامند الله يرحمه يعني ويرحم أمواتك. لم نستطع تسجيل أسمانا الحقيقية الكردية في السجلات. هذا ليس ذنبنا، هذا ليس ذنبنا يعني. لكن مش مشكلة يعني. انت اذا لما وبيقول في سياق الفيديو انه اخذ هذا الاسم نتيجة انه انا مرة كلفته باستلام استكتاباتي ومكافآتي المالية من صحيفة المستقبل، فأعطيته الوثيقة التي كانت تمنح لأجانب محافظة الحسكة كهوية لحتى يروح وتفويض خطي لحتى يروح يستلم هاي المكافآت. وهو اطلع واكتشف هذا السر النووي، والله هذا هو شنغوسي، مش اسمه هو شنغوسي، اسمه عبد العزيز أوسي، مش العثمان أوسي. يعني أنت بحاجة إلى تغذية فيما يتعلق بالذاكرة مشان يعني تنشط ذاكرتك. هي مذكور هون النسبة أوسي مواليد 76. النسبة وين الكاميرا؟ هي الكاميرا. النسبة يمكن تظهر للأصدقاء، ويعني مكتوبة إنه النسبة أوسي مش العصمة. أنت هاي العثمان من وين جبتها؟ من وين جبتها؟ بيقلد تعريف العثمان عبد العزيز العثمان، هاي من وين جبتها؟ هالاسم الغريب اللي بيشبه يعني أسماء هي قلد تعريف. والعثمان أنت من وين جبتها؟ على أساس أنت عصرت الذاكرة وقلت إنه والله الاسم الحقيقي له شنغوسي هو عبد العزيز أوسي. هي السوية من النقاش. أنت هلا جاي تدافع عن إلهام أحمد أو حزب الاتحاد الديمقراطي أو حزب العمال الكردستاني بهيك أدوات، بهيك سوية؟ يعني فوت على جوجل، جوجل راح يبعث له
راح يوديك على موقع جائزة كاتارا للرواية العربية، مذكور الاسم بأوسي وعبد العزيز أوسي. لكن هذا كان زمان، هذا كان زمان. بعد حصولي على الجنسية البلجيكية، أنا لا يعني المواطنة البلجيكية، أنا غيرت الاسم، وما سلبني إياه النظام السوري اسمي هوشنغوسي، منحتني إياه بلجيكا. إذا يعني خلال 20 سنة من الكتابة والنشاط السياسي والثقافي المعروف في الوسط الكردي والوسط العربي وأوساط أخرى وحتى في الوسط البلجيكي، يعني نشاطات وأمسيات وندوات ومشاركات في معارض الكتب، في ملتقيات للرواية العربية في فلسطين، في مصر، في أماكن أخرى. الكل يعرف هوشنغوسي وما زال يعرف هوشنغوسي، والسلطات البلجيكية أيضا تقول أنه هذا المواطن مواطننا هوشنغوسي، اسمه هوشنغوسي. إذا أنت الآن اللي بيحكي معك حاليا هوشنغوسي، ونفسه اللي كان بيحكي معك في دمشق هوشنغوسي. وهذه هويتي، يعني هذه هويتي مشان تكون على البينة في الموضوع. يعني هذا المستوى من النقاش انت شو بتسميه؟ انه بتجيب على اساس انه انت كشف وسر. انا مش سر، هذا مش سر. انت صاير مثل الابوتشيه، بيروحوا بيبحبشوا، شي بيقول لي والله ما عنده شهادات، شي بيقول لي اسمه عبد العزيز، شي بيقول لي ما بعرف مين. شو القصص؟ ناقشوا الافكار، ناقشوا الافكار. شو لك علاقه باسمي؟ انا اسمي عبد المجيد، عبد الغفار، عبد القدوس، جاسم. اسمي زيد من الناس. انت خليك من الاسم، يعني دعك من الاسم وركز على صاحب الاسم وخلاص. فكل مرة هيك بتكرر يا سيد عبد العزيز العثمان، يعني هذا الكلام أقل ما يقال فيه، وتكرارك لهذا الاسم المش صحيح، المش مظبوط. شو بتسميه على الصعيد الأخلاقي والمهني؟ يا ما مستوى، يا هبل، شو بتسميه؟ مين اللي هيك يعني أشار عليك أو تفتق ذهنك على إحدى يعني أهم أدوات المحاججة ومقارعة الفكرة بالفكرة والمنطق بالمنطق والأسلوب والمهنية والأخلاق؟ هذا شو العلاقة اسم فلان؟ اسم الحركي يقال، يعني بنياد اسمه بشير، اسم حركي في التنظيمات السياسية أو الثورية أو كذا. أما ما يتعلق بالصفات الأدبية أو الألقاب الأدبية، هذا اسم أدبي. جدلا إذا قلنا أنه والله هذا مش هذا ما هو اسمه هوشنج، اسمه عبد العزيز، هذا اسم، هذا مش اسم حركي. أنت شفت شي مرة غيرت هذا الاسم؟ يعني بشير مغير اسمه، عامل دجوار، برخودان، سرهلدان، ما بعرف شو، إلهام أحمد مرة عاملة اسمها روناهي، مرة عاملة اسمها هاي أسماء حركية ضمن السياق السياسي. أنت ما رح مو تعمل خلط ما بين الاسم الأدبي أو اللقب الأدبي والاسم الحركي السياسي التنظيمي. عندك خلط، ولا تلام بهذا الموضوع، لأنه أنت اعترفت لك ما لك أهل السياسة وأنا ضالع فيها، وما بتعرف تميز ما بين اللقب الأدبي والاسم الحركي في هذا الخصوص. هذا أولا. قلت لك أنه مثلا إذا بدك تناقش أشخاص آخرين، يعني جان دوست أو شمبروس أو أي شخص قادو شيء أو أي، تروح تبحبش على شو اسمه الحقيقي، شو اسمه هذا زيد من الناس، شو اسمه الحقيقي؟ هالطريقة هاد نقد، هاد محاججة. يعني تروح على أساس إنه أنت يعني كامش على الناس مسلب أو نقيصة أو هيك شيء. إن شاء الله كل فكرك إنه أنا عم بتهرب من هذا الموضوع. أنا حاكي عنه زمان ومنشور وأنت مش مطلع ومش مسكر كويس. يعني تاني مرة إذا بدك ترد، رد من زاوية أخرى. يعني شو كمان يحاول؟ أنا عندما اتهمت إلهام أحمد بالكذب
في أمريكا وبيقول يا طبيعي الكل كذبوا، الكل كذب على السوريين، السياسيين، الدول، الأنظمة، النظام، المعارضة، الكل كذبوا، فطبيعي إلهام أحمد كمان تكذب. إلهام أحمد كمان تكذب. هذا إقرار بأنه إلهام أحمد كذبت. هذا يعني أنت جاي تدافع عنها، ثبت عليها التهمة. لو هي تهمة الكذب في السياسة، في الثقافة، في الأدب، في أي شيء. الكذب هو كذب، ما فيش كذبة بيضة وكذبة سوداء، ما مستوى، ما في هيك شيء. يعني الكذب هو الكذب. إذا كان يعني يجوز الكذب في السياسة، فمعيب أن يكون هنالك كذب في الثقافة وفي الأدب وفي الأخلاق، مثل ما الجانب القيمي والأخلاقي والإنساني. يعني من المعيب أن واحد يكذب. أنت أكثر من مرة بتقول العثمان، العثمان من وين جبته؟ من وين جبته؟ هلا واحد يجي يحط عبد العزيز العثمان، وأتحداك عبد العزيز العثمان يحطه بمحرك البحث جوجل، ما راح يشوفه غير عندك، أو يشوف أسماء أخرى لأناس آخرين، لكن راح يشوفه عندك. أنت ما سألت حالك إنه والله وشك راح يجي يعني يجي يناقشك بها؟ طبعا الموضوع لا يستحق، لأنه منشور، لا يستحق النقاش أكثر يعني من الموضوع. المهم إلهام أحمد أنت هون عم تقول عادي، هي كذبت عادي يعني، فأنت ثبت عليها الكذب. شوف ما مستدل دار. هلا إذا افترضنا جدلا أنه يحق لها أن تكذب، إلهام أحمد مش كذبت على الأمريكيين بس، في إطار يعني حزب العمال ككل، العمال الكردي كذب على الشعب الكردي. إلهام أحمد كذبت على الشعب الكردي كمان بوصفها عضو في هذا التنظيم. إلهام أحمد مش بس كذبت على الأمريكيين، كذبت على الكرد على مستوى المشاريع الكبرى، وكردستان وسربخوبون وآزادي والاستقلال والحرية والدولة القومية، وأنهار من الدماء أريقت، والآن سقف هذه المطالب الجمهورية الديمقراطية والأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية وكل شيء ديمقراطية. يعني وواحدة مثل إلهام وحزب إلهام بيحكوا كثير بالديمقراطية وأبسط قواعد الديمقراطية، يعني ما بيتعاملوا مع المختلط بطريقة ديمقراطية، ما بيتعاملوا مع حالهم بطريقة ديمقراطية، نفسهم هن ما بيتعاملوا مع نفسهم بطريقة ديمقراطية. إجمالا هي كذبت، وأنت تبيح لها وتفتي بجواز كذبها في السياسة لأنه هي سياسية، وهي تقدم نفسها ثورية، والثوار الحقيقيين المبدئيين المخلصين تعاملهم تعامل يعني مع القيم والمبادئ. إذا كانت هنالك نسبة كذب موجودة عندهم فينبغي أن تكون في الحدود الدنيا، لكن نسبة الكذب عند حزب العمال الكردستاني مع الأسف الشديد وأنت مش مطلع عالية جدا يعني. فما مستهي من حقها، أنت ترى أنه من حقها أن تكذب، وأنا من حقها أن أقول أنها تكذب، ومن حقي أن أنتقدها على كذبها، ومن حقي أن أشير إلى كذبها والمدلول والمردود السلبي لكذبها على الأمريكيين وعلى الكرد. ليش؟ يعني لو إلهام أحمد كانت في أمريكا وتحمل القضية الكردية السورية والحقوق الكردية السورية وتدافع عن مكتسبات الكرد السوريين، هناك كنت سأكون أبرز المدافعين عنها، لكنها لم تفعل ذلك. راحت دافعت عن حزب العمال الكردستاني، راحت تبيض صفحة حزب، تعمل ريكلام وبروباغندا. يعني هذا مجلس سوريا الديمقراطية ورياض درار لازم يحاسبها حول هذا الموضوع. انت رايحة هنيك موفدة لمست
بتمثلي مجلس سوريا الديمقراطية، مو بتمثلي حزب العمال الكردستاني تروحي تعملي ريكلام وبروباغندا للحزب. هذا الحزب مصنف إرهابيا على لائحة المنظمات الإرهابية في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي. مهمتك الأساسية أنك تمثلي القضية الكردية السورية هناك. واجبك الأساسي مش أنه تزيلي حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات. هاي مهمة جميل بايك، مهمة دوران كالكان، مهمة عباس قرسو، مراد قرائلة. هاي مش مهمتك. أنت مسد، أنت مجلس سوريا الديمقراطية، أنت مش حزب العمال الكردستاني تروحي تعملي بروباغندا هنيك للحزب. هذا كان مأخذي ومسار انتقادي وشجبي للسيدة إلهام أحمد على أنها كانت تكذب. أنا من مكاني يعني ككاتب ومتابع وناشط وفي الحقل السياسي والثقافي أنا أكتب وأنتقد. أنت ما بيعجبك كلامي هذا شأنك، وبيعجبك كلام إلهام أحمد كمان شأنك. بتدافع عنها أهلا وسهلا، لنشوف هلا مستوى دفوعك وحججك وبراهينك في هذا الخصوص. بيقول يعني في فيديو أنا سجلت كثير من النقاط اللي تستوجب التعليق، وربما لضيق الوقت يعني أقفز على بعض النقاط. يعني فيما يتعلق بأنه يبرر أنه الأستاذ دلدار فلامز بيبرر أنه من الطبيعي أن تعود لقيادتها وأن لا تتفوه بكلمة ولا يصدر عنها أي شيء إلا بعد المراجعة لقيادتها. طبعا هو لا يقصد قيادتها مجلس سوريا الديمقراطية، لا يقصد ذلك. يعني الآن رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية لماذا لم يكن موجودا؟ هل رياض درار مطلع عن كل شيء دار في تلك الكواليس؟ يعني بحكم أنه هو الرئيس المشترك، ليش رياض درار مو موجود مع إلهام أحمد هنيك؟ هذا سؤال يطرح نفسه. يعني رياض درار بشو كان مشغول في النمسا أو في أوروبا؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية صانعة القرار والمسؤولة عن أمن المنطقة روجافا حاليا. يفترض برياض درار أن يكون متواجدا هناك. إذا رياض درار ليس في حسابات إلهام أحمد، وإلهام أحمد لن تستشير رياض درار، ستستشير قيادتها في حزب العمال الكردستاني. وأنت بهذا الكلام أيضا تحرج إلهام أحمد وتؤكد بأنها عضو وفي حزب العمال الكردستاني. من طبيعي تكذب، من طبيعي أن تستفتي رأي حزبها وتستشير في أي كلمة تتفوه بها في أمريكا. إذن وأيضا أنت تقول يعني أنه هي ذهبت إلى أمريكا طبعا سهوا، زلت لسان أو بقصد أو بدون قصد، أنه ذهبت إلى هناك طبيعي. يعني إذا نجحت في إزالة حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية هذا شيء. هي مش مهمته أنه تنزع فتيل الأزمة، أنه تبعد الخطر التركي، الاجتياح التركي. أن يعني مهمة إلهام أحمد أن ترد بلاء تركيا عن تلك المناطق، مش تنصع وتبيض في طناجر حزب العمال الكردستاني هنيك. هي مهمة إلهام أحمد، إخراج حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الإرهابية ليست مسؤولية إلهام أحمد أو نواف خليل أو حزب الاتحاد الديمقراطي. ينبغي لحزب العمال الكردستاني أن يشتغل بمعزل، ما يتخذ كرد سوريا والفرع السوري أداة في هذا الخصوص. يعني الكرد السوريين يصبحون على مائدة الابتزاز مع الأمريكيين، نقدم لكم كذا، ترفعون صفة الإرهاب عنا. هذا المأخذ والمسلب والعيب في أداء
حزب الاتحاد الديمقراطي، وبينهم إلهام، منهم يعني إلهام أحمد. يعني هي ليست مجبرة، ليست مجبرة، وليس مهمتها أن تروح تتفاوض مع الأمريكيين وتكون أمريكيين. بإمكانهم يروحوا يتفاوضوا في جبال قنديل، الأمريكيين بإمكانهم يجوا يتفاوضوا في روجافا مع صبري أوك، مع عبد الرحمن شادرجي، مع قيادات حزب العمال الكردستاني الموجودين في روجافا. بإمكانهم يجوا ويتفاوضوا بشكل مباشر، مش إلهام أحمد. إلهام أحمد معنية بترسيخ وتكريس دعائم تلك الإدارة وتحصل على اعتراف أمريكي من تلك الإدارة، مش تحصل على اعتراف أمريكي بحزب العمال الكردستاني، منظمة يعني خارج إطار لائحة المنظمات الإرهابية. مستحيل مستحيل مستحيل. يعني حزب العمال الكردستاني إذا بده يحلم يعني بإزالة اسمه من لائحة المنظمات الإرهابية مع وجود السلاح، هذا عمل إبليس في الجنة. يعني يستحيل بهذا الخصوص أنه حزب العمال الكردستاني يظن أنه يعني خلق اختراقا في أمريكا. والمتابع لأصداء الزيارة والتهليل والتزمير والتطبيل والإعجاب والإطناب اللي حظيت به السيدة إلهام أحمد هناك، يظن أنه بكرة أو بعد بكرة أو في غضون هذا الأسبوع، في بحر هذا الأسبوع، الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بهذه الإدارة اعترافا رسميا شرعيا، وأن يكون هنالك ممثلية أو قنصلية أو مكتب رسمي للولايات المتحدة الأمريكية في روجافا. ما في هيك شيء. أو أنه الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أتمنى ذلك، لكن مش بهالبساطة. يعني الأمريكيين عندما يبتسمون ويلتقطون صور تذكارية وكذا والأمور، هذا لا يعني أنه والله إلهام أحمد فتحت قسطنطينية أمريكا لحزب العمال الكردستاني. مش بهالتصور اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وأبواق حزب العمال الكردستاني يطبلوا لنا. إن شاء الله نشوف هيك شيء. أنا أتمنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قبل غدا تعترف بهذه السلطة وتضغط على النظام التركي وعلى النظام السوري للحفاظ على هذه السلطة، وتتعامل مع هذه المنطقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كردستان العراق، يعني كمنطقة حماية دولية في مثل يعني شمال خط 36 كما صار في 91. يا ريت، بس ما في شيء من هذا القبيل. يا ما مستدل دار، الله يرضى عليك. يعني من جهة أخرى يعني بيقول والله إذا إلهام أحمد قدر يعني نجحت في الكذب على الأمريكيين، فهذا يسجل على أنه هي عبقرية. والله على من كنا لك هيك عم تقول أنت هيك يعني من كل إنه هي إذا كذبت على يعني مين بيكذب على الأمريكيين فهو عبقري. أنت هلا إذا كذبت على الأمريكيين إلى عبقري. العبقرية في أن يصدق الأمريكيين هذا الكذب، مو مجرد الكذب ككذب. الأمريكيين أن تقنع الأمريكيين بكذبتها. بس ما صار هيك شيء. الأمريكيين بيعرفوا شو بيصير في جبهات القتال، بيشوفوا في جبال قنديل في مناطق أخرى بيشوفوا. ولما أنا بعطيك معلومات، لما أجبر حزب العمال الكردستاني إلهام أحمد للذهاب إلى جبال قنديل للتحقيق، الأمريكيين تدخلوا وضغطوا على الحزب لكي تعيد إلهام أحمد. لكن عادت إلهام أحمد وكي تثبت نفسها للحزب مرة أخرى أنه هي مخلصة ووفية، صارت تعمل بروباغندا وركلام لحزب العمال الكردستاني في أمريكا، رايحة تقنع الأمريكيين أنه والله حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية. تصور يا رعاك الله يعطيها العافية. إن شاء الله تنجح في مساعيها، أتمنى. لكن هذا المسعى يعني يستحيل أن ترجح أمريكا كفة حزب العمال الكردستاني على كفة المصالح مع تركيا
وهم حلفاء في الناتو، اعتبارات لا حصر لها يا أستاذ دلدار، لأنه أنت ما لك علاقة بالسياسة وما لك متابع وبشهادتك يعني. فالخوض يطول الخوض في هيك قضايا وفي هيك تفصيلات، يعني في هيك أمور سياسية وتعقيدات وتشابكات السياسية. يعني شيء يعني شو بيقول يعني المشكلة الغرابة مش انه تكذب على امريكا، الغرابة انه انت وغيرك او اخرين يصدقوا انه هي يعني نجحت في كذبتها على الامريكا. الامريكيين صدقوا هاي الكذبة انه هي مش عضوة هي إلهام أحمد ليست عضو في حزب العمال الكردستاني، وهي شخصية مستقلة، وانه حزب العمال الكردستاني يعني. ثاني شيء يعني أشكرك أنت والله، يعني متابع جيد يعني، وتحلل الصورة ولغة الجسد، وشايفني أنا حاطط إيدي على كتف المقاتلة إلهام أحمد، وهذا نوع من الدونية. هذا نوع من الدونية. أنا حاطط إيدي على كتف مراد قرايلان. هذا نوع من الندية. المقاتلون هناك كانوا يقولون يستغربون انه كيف ارتضى مراد قرايلان انه هوشنغو سيضع يده على كتف مراد قرايلان. يعني في القواعد العسكرية والانضباط العسكري هذا الشيء يعني غير محبذ، مستعجل احيانا، لكن كنوع من الاحترام والود والندية أنا يعني كان مسموح لي ونبتسم ونضحك. وهنالك الكثير من الصور يا ما مستدل. أنا لم أنشر حتى هي الصورة، يعني مضى عليها 14 سنة في كل ال10 سنوات التي مضت في خلافي مع حزب العمال الكردستاني وانتقاداتي لهم. شفتني أنا ناشر هاي الصورة؟ ما نشرت إلا يعني الظرف اقتضى ذلك، أنه يعني طفح الكيل، يعني كمية الكذب صارت يعني لا تطاق. فنشرت هذه الصورة لأنه أنا الناس بتشوف. إذا أنا كتبت بيقولوا لا ولا ضيعاء هوشنغو سيدعي وكذا كذا، وأنت هلا جاي تصور، يعني أنت هلا جاي تشكك وتقول والله دونية واستثمار لهي الصورة ومتاجرة. شو متاجرة؟ هذا توثيق. أنت فهمان شو معنات التوثيق؟ أنا لما بقول لك أنا كنت هنيك موفد من صحيفة الحياة وعملت مقابلة وأنا أدعم المعلومة والرأي والتجربة بصورة موثقة، أنت لا تلتقط الصور مع الزعماء مع الكوادر، هذا شأنك. ما تجي تعمل حالك مقياس. ما قلت أنا شفتني أنا عامل حالي مقياس لإلك؟ طالبتك في يوم من الأيام أنه تعال كون مثلي في ما في سياق انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني من 10 سنوات، ثقافيا سياسيا عسكريا ميدانيا اجتماعيا، على صعيد المرأة على صعيد الرجل، يعني في كل المسائل. شفتني شي مرة جبت سيرتك؟ شفتني يعني حكيت عن حليمو، عن طه خليل، عن أحمد حسيني، عن نواف، شو ما بدك، شو ما بيخطر على بالك يعني. وناس أعرفهم وأعرف ماضيهم وأعرف مستواهم وأعرف مدى العمق الثقافي اللي عندهم وتجاربهم، أعرف أمور كثيرة. أنت شفت شي مرة أنا تناولتك؟ ما مستدل ده. أنت ما بتسأل حالك ليش؟ ما بتسأل حالك ليش وشنقوسي تجاهلك، مش تجنبك، تجاهلك في هذا الخصوص يعني. وأنا كان بإمكاني أتجاهل الفيديو تبعك كمان، لكن شفت إنه والله أنت تعبان يعني على الفيديو، و3 مرات ناشر وحاطط قلوب، ويعني متعب حالك وبهالقصة، وشوية هيك ود ودماثة على شوية سخرية على شوية طعن على شوية تشكيك في هوشنغوسي وعلى شوية مزايدات وشوية أستاذة ودروس في آداب الحوار وإدارة الاختلاف وهيك قصص. قلت يلا كاور بيدري، تعال لهون يا ماما نناقش الموضوع بما لديك من حججات. تقول لي لغة الجسد وملتقط الصور ودونية
يا شيء أو هيك شغلات ومغلات أنت جايب لي إياها، الله يرضى عليك يا ما دلدار فلمز. يعني أنا راح أحاول إنه ما أكون قاسي وأضبط نفسي، لأنه يعني استفزني كلامك إنه شو يعني والله دونية. دونية شو؟ دونية شو؟ رايح ملتقط صور وبيتاجر بهذه. أنا بتاجر؟ أنا بحط الصور هاي في عين كل من يشكك. بيقول لي يعني معيبة أخلاقيا المتاجرة. المعيب يا ما تقييمك لهي الصور وبتقول دونية ومتاجرة وقصص. أي مقابلة صحفية ينبغي أن تكون مرفقة بصور. أنا تصور أنه أنا سويت مقابلة صحفية مع إلهام أحمد وقت ذاك، يعني ينبغي أن تكون مرفقة بهذه الصور، ينبغي أن تكون معززة ومدعومة، لأنه الجهة الإعلامية. حواري مع مراد قرائلان لم يكن مرفق بالصور، لكن أنا أرسلت الصور إلى الحياة، إلى وقتها يمكن كان الياس حرفوش مسؤول صفحة الرأي، وهو اللي يعني كان بينسق معي في مع أستاذ غسان شربل رئيس تحرير. وأرسلت الصور إنه للتأكيد إنه هذا الحوار جرى في جبال قنديل، والشخص الفلاني هي هو، والكاسيت والصوت والتسجيل، وكمان أحتفظ به يعني. وكنت أحتفظ به حتى فترة، يعني فترة تواجدي في دمشق. جاي تقول لي والله معيب أخلاقيا المتاجر. أنا شو تاجرت بهذا الصور؟ أنا يعني ابتزيتهم، قلت لهم أعطوني فلوس حتى ما أنشر هذه الصور. هذا اسمه متاجرة. المتاجرة شو تاجرتم بالعكس هم انزعجوا تماما من هذه الصور، لأنه هذا يفضح الكذب، يفضح الرياء، انه والله انا مش حزب العمال الكردستاني ورايح اعمل ريكلام وبروباغندا لحزب العمال الكردستاني. وانا شرحت يعني في الفيديو سبب يعني ونشري للصور، وانت تابعت هذا الفيديو الطويل مثل ما راح تتابع هذا الفيديو الطويل كمان. قصة أخت إلهام، طبعا إذا بترجع للفيديو راح تشوف السبب، راح تشوف. طبعا ما بعرف يعني كيف أوصل لك إياها، لأنه الفيديو كان كمان باللغة العربية، وأنت شاعر وتفهم باللغة العربية. مقصدي من الكلام التسميم الأيديولوجي والحزبي، وكيف أنه هذا الحزب يعني يطوع الناس ويحاول أن يفرض عليهم الطاعة العمياء، الولاء الأعمى، يا عمى في البصائر، بحيث كي يقنع العضو أو الكادر نفسه بالحزب ويكسب ثقة الحزب، يفعل يعني مش بس يفضح أخته أو يقتل يصل به إلى القتل، قتل الأقارب. هنالك في حزب العمال الكردستاني عناصر ومقاتلين، واحد قتل أبوه لأنه يتهمه أنه والله هذا خاين، واحد قاتل أخوه. هذا موجود فيه، وكان مضرب للمثل أنه شوفوا الولاء والإخلاص للثورة إلى أي درجة وصلت بالناس. وشاية إلهام أحمد بأختها وعلاقتها مع هذا الشخص اللي أنت بتعرفه كمان، أنا لن أذكر اسمه بس أنت بتعرفه، إذا ذكرت اسمه راح ينعرف يعني. وشاية إلهام أحمد ستبقى وصمة ضمن كثير من الوصمات التي ستلاحق إلهام أحمد. الكثيرين من كوادر حزب العمال الكردستاني، منهم باهوس أرضال، منهم إلهام أحمد، متورطين، أيديهم ملطخة بدماء رفاقهم. وأنا أعني ما أقول، وهن بيعرفوا شو بقصد يعني. مثال يعني راح أعطيك مثال. أنت كمان بشكل أو بآخر يعني كنت يعني قبل فترة نشرت صورة لجوان إبراهيم، وطالبت حزب العمال الكردستاني بالكشف عن مصيره، ويعني حذفت البوست لاعتبارات إنسانية وكذا.
احتراما لوالدته السيدة الفاضلة أنيسة توبال، يعني أنيسة توبال حمو. واليوم شفت أحد الأشخاص كاتب بوست كمان يطالب بالكشف عن مصير جوان. يعني لا أعلم كيف نواف خليل اللي بيعرف لما راح على روجافا مرة مرتين ثلاثة التقى بجوان إبراهيم يعني. وأنا أعرف جوان إبراهيم بشكل شخصي بداية انتسابه لحزب العمال الكردستاني بسنة 2000، التقيت فيه في بيروت في سوربون. اختلفت معه لما كان في زاب، اختلفت معه لما اجى على روجافا وصار قائد الأسايش وانتقدته، لكن يعني يعني ضميري لا يحتمل كيف ضمير نواف خليل يعني يتحمل أن يبقى مصير هذا المقاتل الكردي مجهولا. لماذا لا يضغطون على الحزب بيدا؟ مش هذا ما كان، هذا كان رئيس الأسايش كله في روجافا، يسهر على أمن روجافا. رئيس الأسايش وينه؟ لماذا حزب الاتحاد الديمقراطي وقسد ومظلوم عبدي لا يتدخل؟ كل هاي إلهام أحمد لا تتدخل للكشف عن مصير جوان إبراهيم. ليش؟ انت ما مستعد لدار فلمس. انت ربما اثناء عملك في رونايف القامشري ربما التقيت مع جوان إبراهيم مرة أو مرتين ربما. يعني انت ليش ما بتسأل، تحاول أو تطالب الكشف عن مصيره؟ انت بس شاطر تكتب بالتعليقات على راسي الروجافا والإدارة الروجافا وما بعرف شو، واحترامي وتقديري وحبي له. احترمهم وحبهم، ما حدا منعك، بس انتقد انتهاكاتهم. لا تقلي أخطاء. حفر الأنفاق تحت المدن مش أخطاء، هاي جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية. حفر الأنفاق تحت مدارس للأطفال مش خطأ، هي جريمة. أنت من الجانب الأخلاقي كشاعر وكفنان تشكيل، كيف حساسيتك بتقبل هيك قصص؟ تجنيد القاصرات مش خطأ، هي جريمة لا تسقط بالتقادم، جريمة حرب. أنت مانك ملاحظ وبيسمعني نواف خليل وكل المثقفين وكل الإعلاميين، لماذا يتم الإعلان عن الشهداء؟ هبقى قوات الدفاع الشعبي الكردستاني تعلن أسماء الشهداء ومش مذكور مواليدهم، مش مذكور مواليدهم. الحزب يتجنب ذكر المواليد، متى انتسبوا، متى فقدوا حياتهم، قديش كان عمرهم، لأنه هاي بحس بدقيقة رح ينعرف قديش كان عمره لما صار مقاتل وحمل السلاح، وقديش كان عمره لما فقد حياته. ألا يسترعيك هذا الأمر للتحقيق أو لإجراء تحري حول هذا؟ هاي مش أخطاء يا حبيبي، يا ماموستا، يا أستاذ، يا شاعرنا الكبير، يا فناننا الكبير. إذا كل من يعمل في إعلام هذا الحزب لقمته مغمسة بالدم، وكل من يعمل في إعلام هذا الحزب قبض ويقبض ثمن صمته، ثمن سكوتي على كل هذه الانتهاكات. هذا هو الفارق بيني وبينك. أنا كنت أبوشي 20 سنة وأنتقد كمان، واللي داخل الحزب يعرفونني أنا كيف انتقدت الحزب حتى في جبال القنديل، حتى لما كنت هناك يعني. وأتباهى طبعا أتباهى بذلك، لأنه أنا لما كنت أدافع عن الحزب مش بس أنت، يعني كثيرين كانوا لا يجرؤون أن يعني يلقوا التحية على أحد العناصر أو الكوادر وقت ذاك يعني.
طبعا بدي أحكي بهذا الموضوع، ويعني خرس أي لسان يتطاول علي وعلى تجربتي السياسية والثقافية والأدبية والوطنية. طبعا بتقول لي الأنا عند هشام قوسي والله متضخمة. أنايا تعبت عليها هذه الأنا. أنا لم أزعم في يوم من الأيام أنني صاحب إجازات جامعية وكذا، تحصيلي العلمي متواضع، بس أنا تعبت أنا يعني تعبت في بناء نفسي، في بناء وعيي الثقافي والمعرفي والتجربة الإبداعية والتجربة الصحفية، وأثبتت نفسي في الصحافة، في الشعر، في الرواية، وحتى في الحراك الوطني والسياسي كمان أثبتت نفسي، ولم أخضع نفسي للابتزاز وللشراء. أنا بمنتهى البساطة فيني ساوي مثل ما سوى طه خليل ومثل ما سويت أنت يا ما مستدل دار فلمس، واشتغل بهذا الإعلام واستمر أقول شيء، وعلى الأقل يعني ما أحكي شيء وبيع صمتي وبيع شعارات وطنية وأقبض. بيتهموني بيقولوا لي هو شنقوسي دولارات وما بعد لك يا أولادين الحلال، الدولارات عندكم. لو هو شنقوسي كان بده دولارات مثل نواف ومثل غيره كان عندكم. لو انا كنت مثل احمد حسيني وطه ومثل حليم يوسف كنت استمريت في العمل معكم. الدولارات عندكم مش في اماكن اخرى. جاي بتقولي والله هشام قوسي يعمل الدولارات وما بعرف شو، ويكتب قديش قبض على هذا البوست، قديش قبض على هذا الفيديو. عيب هذا الكلام، انت لازم تواجه. انت بتعرفني الدر دلدر، تعرفني يعني، تعرفني عندما كنت في دمشق وعندما فيما بعد. أنا لم أساوم كلمتي، لم أخضع للتفاوض على كلمتي، حتى عندما كنت أبوشيا أيضا كنت أنتقدهم. لكن أنا لست، يعني أنت لست قاضيا كي أبرز لك الأدلة، ولست متهما أمامك يعني، ولست أنت من يأتي ويقاضيني في هذا الخصوص في موضوع أنت لا علاقة لك به. أصحاب القضية ينبغي أن يأتوا ويدافعوا. اللي بيشوفوا أصحاب إلهام أحمد خلي تيجي ترد علي، مش أنت تقولي وين الوثائق، علاقة البنت وما بعرف شو، مصور فيديو مصور صوت. هاي قضايا حزبية حساسة داخلية كل أعضاء الحزب بيعرفوا فيها ومطلعين عليها، مش قضية وثائق وما بعرف شو. هيك قصص نواف خليل بإمكانه يقنعك إلك، مش يجي يقنع لي إلي. ما يعني ما بعرف كيف بدي إلا أوصل لك الفكرة هيك مبلورة ومؤشرة لحتى تنهضم معك. أنا لم أخضع للمساواة. أنا بتقلي وأنت كنت داخل هذا الحزب وشاهد عيان على هذه الانتكاكات والقصص، ليش ما حكيتني؟ أنا عندما كنت داخل الحزب أيضا كنت أنتقد يعني صور. والله أنت تستهويك الصور مع القادة. 5 سنوات متفرغ في الحزب من 93 ل 98 وأوجلان في دمشق، لم يكن في بالي أبدا أروح التقط صورة مع أوجلان. يعني شو بدي التقط مع السروق النووي يعني في أوجلان، سروق النتوي. برخدانا إمرالي، شو برخدانا إمرالي؟ أوجلان في حياته في فترة اعتقاله يومين 48 ساعة لم يضرب على الطعام مشانه، مو مشان حدا، مشان تحسين أوضاعه. برخدانا إمرالي شي بابا؟ شو برخدانا إمرالي؟ يطلع لك واحد بيقول لي بيجي برخدانا إمرالي. إذا برخدانا إمرالي هيك برخدان مصدوم دغان شو كان؟ كمال بير شو كان؟ كمال بير أضرب عن الطعام لدرجة فقد البصر. وجلال ب 48 ساعة أضرب عن الطعام نهائيا يعني. بيجي برخدانا إمرالي يعني بتقول لي والله ليش
عم تحكي عنها. إذن القضية قضية هيزل أخت إلهام في هذا السياق، في السياق تسليط الضوء على عبودية الشخص للحزب، و يعني إلى أي درجة يعني هذه العبودية والتسمم الأيديولوجي يودي أو يوصل المرء إلى أي مرحلة. يعني في هذا الإطار أنا حكيت، وهي القصة معروفة، واللي بيشكك في هذا الموضوع يرجع للحزب، وكل واحد له ملف، أنظار له ملف، باهوس له ملف، كل واحد في الحزب عنده ملف عند الحزب ومعلومات. يعني الحزب يعني ضمن القواعد الحزبية هذه المعلومات تصبح برسم المشاع. هي من عادات وتقاليد، طبعا مشاع ضمن الإطار الحزبي مش الإطار الشعبي. هي من عادات وتقاليد حزب العمال الكردستاني اللي أنت مش مطلع عليها. يعني فما تجي بتقلي والله الرخص وما رخص. أنت التناول الرخيص والمنافي للأخلاق إنه أخت تجي تفضح أختها وتضغط عليها وتعرض حياتها للخطر وهي بتعرف شو هو حزب العمال الكردستاني. هذا هو الرخص، إنه تفضل الحزب على يعني حياة أختها، وأختها هي مثلها يعني مقاتلة ضمن حزب العمال الكردستاني. يعني كفرت أنه كانت على علاقة أو على ود مع أحد العناصر الأخرى، ما هي نفسها إلهام أحمد تورطت في علاقة وهي كمان الحزب بيعرفها. لا اللي يجيب لي فيديوهات وقصص، هي قصص بيعرفوها الكوادر الحزبية، الجناح النسائي والجناح الرجالي في حزب العمال الكردستاني. ما تقول لي هات لي وثائق وفيديوهات والمسائل هالأساس ما بتصير هيك. يعني شو كمان يعني الكذب من أدوات السياسة وكذا كذا. يعني إيه من أدوات السياسة بس مش من أدوات الثقافة، مش من أدوات الثقافية والإبداعية إن واحد يجي يكذب. يعني يكذب في المعلومات، يكذب في الأسماء، يكذب يعني ومش بس هيك. يعني الواجب الثقافي أخلاقيا ومبدئيا أنه نقف في مواجهة الكذب، لا أن نفتي ونشرعن الكذب سواء كان في السياسة أو في أي حقل آخر، يعني من الشأن العام، حقول الشأن العام. شو كمان بيقول؟ أنا راح أحاول أقفز على الكثير من النقاط اللي سجلتها. يعني لسه بيقول لي أعراض الناس. لك شو أعراض الناس؟ شو أعراض الناس؟ يعني أنا لسه ما حكيت. يعني كل واحد له ملفه. يعني افتح ملف بشير عبد السلام مصطفى الأخلاقي، إذا بفتح هذا الملف عبد السلام هيك راح يلتفت حواليه. يعني في هون في أوروبا مين بدك؟ هذا مسؤول منظمة حزب العمال، حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا في أوروبا. افتح لك ملف مين؟ افتح لك ملف بنيات. ما بنيات انفضح في البث الحي، هو في غرفة الكنترول وعم يعني الله يرضى عليك. على النقطة الأخرى مش من عاداتنا وتقاليدنا يعني الحكي عن أعراض الناس. طبعا مش من عاداتنا وتقاليدنا الحكي عن أعراض الناس، كلامك مظبوط. لكن من عاداتنا وتقاليدنا الصمت المخزي عن حفر الأنفاق تحت مدارس الأطفال والمدارس الابتدائية. من عاداتنا وتقاليدنا الصمت والسكوت عن قتل الحزب لجرحاه. من عاداتنا وتقاليدنا يلا خليها هون ما تخليني يعني ما تستفزني اكشف امور ثانيه. يعني خليها من عاداتنا وتقاليدنا. يعني نحكي عن اذا مفكر حالك امين الحافظ وشاهد على العصر، زمان امين الحافظ راحوا ما بينعد هيك بيقول بالفيديو تبعه. لا حبيبي، انا شاهد على العصر، انا شاهد على اللي شفته، شاهد على الحقبه الزمنيه،
شاهد على حزب العمال الكردستاني في الحيز الزمني اللي أنا تواصلت فيه معه، وشاهد على المثقفين الفاسدين اللي تجاربهم ملطخة بالدم ومتواطئين في التغطية على عيوب وقبائح هذا الحزب صمتا أو جهرا. أنا شاهد على كل هذه الأمور وأقولها على حلقات وفي بوستات، لأنه أنا لي حلقة. أنا بعرف أحمد حسيني. أحمد حسيني لما كان بيسكر بيقول رفقاتنا شبيحة. بعرف بيجي على التلفزيون بيقول برخدانا آمده ما ظالم شو سرحده. أجدر شيخه بيذكر ما بيخلي ستر مغطى على الحزب، وبعدين بيجي على التلفزيون بيقول برخدانا سردمه بيجي هردمه. ومن هالقصة كل حليمه واحد من كور تركيا أجرى معي مقابلة. حليمه رايح عم يقول له أنت ليش تجري مقابلة مع هوشام جوسي؟ لك يا بني آدم يا حليم، يا ما بتخجل من حالك يعني؟ يعني تروح تحكي مع زلمه بتقول له يعني انه ليش ما في ناس كثيرين يعني تعمل معهم مقابلات. انت هذا الشخص اللي انت رايح عم تحكي معه كان قمطان ضمن كان ضابط ضمن حزب العمال الكردستاني. انت جاي هيك تعرفه بشو هو حزب العمال الكردستاني. هذا هو مستوى المثقفين الملطخين بالفساد والتعمية. التاريخ يسجل، يعني حزب العمال الكردستاني لن يبقى لكم إلى أبد الآبدين. التاريخ يسجل، يعني كما أنا أسجل الآن وأنا شاهد على كل هذه المسائل. واليوم أنت كمان يا ما مستقل دار فلمس بشكل أو بآخر يعني قدمت أوراق اعتمادك لكي تكون ضمن هذه الجوقة. أهلا وسهلا، طوبى لك، هنيئا لك، اتفضل. شو كمان؟ كمان قفز عن بعض الأمور. يعني أنت اللي أنت في الدقيقة 6 أنت متابع للحزب حتى أكثر من العاملين في الحزب. إلهام أحمد راحت، إلهام أحمد إجت، وما يعني بهالمعنى يعني عندك أنا المتضخمة. يعني عن الأنا المتضخمة أنا حكيت عنها. أنا ما بسمح لأي شخص يتطاول علي. إلك عندي شيء أهلا وسهلا، جاي تقول لي والله العثمان، أنا رح رد عليك بالدليل ما بعرف شو يعني. إلك عندك يعني في يوم من الأيام كتبت عن إصدارات والشنقوسي؟ لا. في يوم من الأيام طالبتك بهذا الموضوع؟ لا. ورح طالبك يعني في يوم من الأيام أنت في يعني قلت لك ليش بتعمل مقابلة مع زيد من الناس وكذا، ويعني هوشام جوسي يعني اسم معروف وعالم في الثقافة الكردية أقله في ال10 سنوات الأخيرة. ما طالبتك شيء ولا بطلب منك يعني من نيتك على حالك. أصلا أنا في تجربتي الصحفية كتبت عنك مثل ما كتبت عن ناس آخرين كثر، يعني تجارب فنية شابة كتبت عنهم في المجلة بمقتضى يعني تجربتي الصحفية المتواضعة. كتبت عن حسكو عبد الكريم مجد البيك، نهاد ترك، زهير حسيب، بشار عيسى، مالفا. تجارب إبداعية تشكيلية كتبت عن كثيرين يعني ومن ضمنهم حضرتك. كتبت عن تجربتك كمان يعني ونشرت في هذا الخصوص. فأنا مش بحاجتك يعني، بس أنت لا تجرؤ. يعني عندما كنت تشتغل في روناهي تجرؤ أنه مثلا تعمل مقابلة أو شيء مع هوشام جوسي؟ لا تجرؤ، طبعا لا تجرؤ. يعني أنا لا ألومك فيها، أتفهم ظروفك وظروف اللي بيشتغلوا في هذا الإعلام. يعني تقول لي أنا المتضخمة. إيه، أنا المتضخمة ترفض أنه مثلا نواف خليل أو عبد السلام أحمد أو ما بعرف كادار بيري اللي 2017 صاير ابوتشي 2017 يا بني ادم بيجي بيزايد علي. اما انت خائن، اما انت ما بعرف شو كادار بيري. مين كادار بيري؟ شو عمره في النضال الكردي؟ شو عمر هذا البني ادم في الحراك الثقافي والسياسي الكردي؟ يعني جاي يناقشني
ويسايد علي ويخوني ويفتح مجتمع على صفحته. هؤلاء يعني أنا بعرف كيف رد عليهم. يعني لكل مقام مقال. يعني أنت تعاملت معي بأدب، بحطك بعيوني وعلى راسي. تطاولت، بأرجيك حجمك الطبيعي. يعني مش طبعا مش حضرتك ما دلدار، أي شخص يعني يتعامل معي بهذا الأسلوب. أنا المتضخمة يعني. أنا بيقول يعني بيحكي عن الأنا المتضخمة، بيقول بعدين أنا مين وأنت مين وهذا مين وما بعرف. لا، أنا بعرف حالي. إذا أنت بتقول أنا مين حقك، بس أنا بعرف حالي. يعني ما تقول لي أنت مين. يعني أنت بتعرفني، يعني ما تقول لي أنت مين. آه شو كمان بيقول لي يعني أنا لست ضليعا في السياسة ولا أحبها ولا أطيقها، وبتحكي بالسياسة. هلا بالله عليك، أنا ذكرته يمكن يعني لازم أكرر. يعني واحد ما بيفهم بموضوع. يعني أنا ما بفهم بالطبخ، شلون فيني أحكي بالطبخ؟ ما بفهم بالموسيقى، كيف فيني أحكي أنت ماذا تسمي شخصا لا يفهم في موضوع ما ويقحم نفسه فيه؟ شو التوصيف الأخلاقي والمهني بالنسبة لك لشخص يعني شخص لا يفهم في حقل معين، وتراه يعني يدرغل ويحكي ويتكلم ويفتي ويشرعن في هيك مسائل. والشخصنة طبعا، الشخصنة أنا كمان برفضها. يعني أنا ما حكيت عن تسريحة فلان أو شكل عيونه أو نظاراته حزب العمال الكردستاني يستهدفون في إعاقتي الجسدية، وأنت شفت، بس ما فيك تسترجي تحكي. يعني شفت عهد الهندي بيشتمني بالكردي ويتمألس علي. يعني قد ابني هذا، وانت سكتت. طه الحامد نفس القصة. انت يعني من كل عقلك مصدق انه والله هو شنقوسي خاين؟ بالله عليك دلدار فلا، بس انت بتعرفني انا شخص خائن يعني. كيف شخص خائن؟ باع القضايا. انا اللي بعت القضايا، انا اللي تاجرت بدماء الشهداء، انا اللي خدعت الشعب الكردي 20 سنة. قلت له انه كردستان صار كردستان حرة مستقلة، وبعدين قلت قصرية ديمقراطية وجمهورية ديمقراطية. أنا اللي قلت في قاعات المحاكم وأمام الكاميرات أنه أتيت لكي أخدم تركيا وأعتذر من أمهات الجنود الأتراك. أنا قايل هيك قصص يعني. أنت مسجل علي هيك قصص ما مستند. مين فينا بيتاجر بالدماء؟ مين فينا اللي خدع الناس؟ بتقول والله أنت كنت داخل هذا الحزب. إيه بني آدم، أنا انخدعت بهذا الحزب واعتذرت. روح حاسب الحزب اللي خدعني، روح حاسب الحزب اللي حتى الآن يخدع الناس. بتقول لي حزب العمال الكردستاني على راسي بأخطائه وعلله ومثالبه لا يا، أنت بتحاول تمسك العصا بالنص كلهم على راسك وتحاول يا صديقي يا أستاذ يا ماموس، إذا أنت حاولت ترضي كل الأطراف فيعني ولا طرف من الأطراف راح يرضى عنك. ما بيصير هذا الكلام. تروح مثلا تقول له الديمقراطي الكردستاني على حق والعمال الكردستاني على حق وكلنا على حق. كلنا على حق. ليش المشاكل؟ هاي المشاكل من وين جاية يعني؟ يعني بتقلي شخصني وما شخصني. انت رايح راكد وراء اسمي وعم تكرره وبالغلط ويا ريت صح، يا ريت صح، وبتقلي شخصني. هذا شو اسمه؟ هذا مش شخصني، مش شخصني. واللي يعني نقد. قلت أنا ألتقط بحزب العمال الكردستاني على طريقة دلدار فلمس، ولا على طريقة فيثاغورس، ولا على طريقة مين؟ على طريقة نواف خليل. على أي مقام؟ على مقام الحجاز والسيقا ونهاوند، أي مقام يعني أنتقد حزب العمال. وهل حزب العمال الكردستاني يتيح الفرصة والمجال للنقد؟ ما حزبي وبعرفه. أنت جاي تعرفني على حزب العمال الكردستاني يعني بيقول لي طريقتك يعني كثير رخيصة. أنا طريقتي كثير كثير رخيصة.
وبتقول لي ود وإنك بتحبني وتصف أسلوبي بالرخص، طب أنا ما راح أصف أسلوبك. أنا ما راح، أقل شيء أقول إنه أنا رفضت أن أكون شاهد زور على المهزلة اللي اسمها روجافا، على كل هذه الانتهاكات. أنا لا يمكنني أن أقول والله حزب العمال الكردستاني على رأسي وعيني، على علله وعلى عيوبي وعلى، لا، ما فيني أقول الديمقراطي الكردستاني على عيني وعلى رأسي بكل عيوبي وعلله، لا. وأنا انتقدت الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق وفي إعلامهم. أنت فيك تنتقد حزب العمال الكردستاني في إعلام حزب العمال الكردستاني، وانتقدت الاتحاد الوطني أيضا في كردستان العراق. يعني أنا ما فيك والله يعني تمسك العصاية هيك من النص، وعلى هذا واحد لاعب سيركري لك هيك لازم يساوي، مش أنا. يمشي على الحبل يمسك عصاية مشان يخلق نوع من التوازن يعني، وسيسقط. يعني أي شخص مثقف يزعم المبدئية والقيم والأخلاق ويحاول أن يمسك العصاية من المنطق ويمشي على الحافات المسننة أو على الحبال، هذا واحد لاعب سيرك، مش مثقف، مش مثقف. يعني أنا طبعا ما بقول عنك أي شخص، أي زي هوشين غوسي فرضا بيمسك العصاية من النص وبيحاول يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا كل الأطراف. أن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، نعم. تنتقد كل الأطراف، نعم. لكن هل كل الأطراف متورطة وضارعة بالمأساة اللي أنت بتعيشها ككردي سوري؟ لا. لا يا ماموستا، لا يا ماموستا، مش الحقيقة. هاي مش الحقيقة. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحفر أنفاقا تحت مدارس الأطفال. الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة الموجودين عنده لم يقم بعمليات تصفية داخل بيشمركة روش، مثل ما ساوى حزب العمال الكردستاني آلاف التصفية بحق الكوادر الكردية السورية. حزب الديمقراطي الكردستاني ما ساوى هيك، ما ساوى هيك، ما ساوى الفظائع اللي قام بها حزب العمال الكردستاني بحق الكرد السوريين أبدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستشتان ما بين الأمرين. طبعا هنالك عيوب ومثالب وأخطاء وجرائم اقترفها حزب الديمقراطي الكردستاني في سياق تجربته، قلتها وكتبت وانتقدت وما زلت عند كل تلك الانتقادات. أنا كتبت بهذا الخصوص يعني عشرات المقالات، ولست مسؤولا عن عدم اطلاعك ودرايتك في هذا الخصوص. مثلي وثاني شو قصة الجائزة جائزة وعم تكررها، وأنت فزت بجائزة وأنت فات جائزة. يعني فوزي بجائزة عملت لك شغلة يعني تقلقك؟ يعني هل هي مسألة عم تسجلها علي يعني إنه هوشام غوزي فاز بجائزة عربية مهمة، هي جائزة قطر على الرواية العربية؟ أنا أفتخر بهاي الجائزة، أفتخر يعني كون أول كردي سوري بيكتب بالعربية فيفوز بجائزة محترمة. وهي الجائزة اللي أنا شارك فيها مع حسن جان دوست كتاب كرد، حليمو، كثيرين شاركوا بهاي، وما ما يقولوا لها مش مضبوط هالحكي، ما يقولوا مين بدك من الروائيين الكرد اللي بيكتبوا باللغة بالعربية. حتى سليم بركات شارك، يعني طالب شو اسمه الناشر تبعه انه يشارك في البوكر وفي جوائز اخرى. ما تقول يعني شو المثلب او العيب اللي انت بتسجله علي والله هو شانقوسي انت فزت بجائزه وانت فزت بجائزه، شو اللي يعني؟ انا بالنسبه لي الجائزه صارت من الماضي خلاص، يعني بطلوها. حليمه بيجي بيشكك وبيقول والله هو شانقوسي بايع حاله للقطريين، لك انا بايع حالي للقطريين يا بني ادم. لك انت بيطلع لك تحكي معي بهالاسلوب؟ عم حكي حليمه يعني بايع حالي. انا في الدوحه يعني دخلت في سجال وفي مشاهد كلاميه مع شو اسمه هذا سمير صالحه والائتلاف وكل اللي كانوا موجودين. وفي الدوحه في 2018 طالبت بالتفاوض مع قسد ومع حزب الاتحاد الديمقراطي، وعلى قاعده الاختلاف مع هذا الحزب. أنا اللي وكله مسجل جاي يعني زايدوا علي وعلى مواقفي وكذا، جائزة وأكثر من مرة بيكرر لي إنه أنت فزت بجائزة يعني
الماموستا يعني دلدار فلمس يعني بيقول ماني ضليع بالسياسة وبيحكي بالسياسة، مانو ضليع باللغة العربية بيحكي بيقول مانو ضليع، وبيجي بسجل له انه والله انه هاي الهاء والتاء زايدة. نعم نعم انا معك، هذا خطأ يعني اقترفته سأتحمل مسؤوليته. بس انت بتعرف شو ذكرتني؟ ما مستعد الدار، فلا انت ذكرتني بشاعر. هذا الشاعر كان يرسل نصوصه الشعرية لعباس بيدون واسكندر حبش في صحيفة السفير، وكانوا بينشروا له هذه النصوص، وبيجي بيقعد بالروضة أو بنادي الصحفيين أو بالهافانا أو بالحجاز أو المقاهي دمشق، وبيلم عليه حواليه شوية طلاب وشوي يعني كتاب مبتدئين ويضحك ملء شدقيه، ويقول أنا بعثت قصيدة فيها أخطاء نحوية وإملائية، واسكندر حبش نشر تلك الأخطاء، نشر تلك النص بأخطائه، كل فكره أنه أنا عم فجر اللغة، عم فجر اللغة. هيك كان يحكي هذا أنت بتعرفوا مين هذا الشاعر؟ ما مستقل ما مستدل دار، بالله عليك بتعرفوا لهذا الشاعر؟ أنت بتعرفوا هذا الشاعر مين كان؟ يعني جاي تحاسبني على الهاء والتاء ومش بس هيك، يعني تاني مرة انسخ البوست وحطه على صفحة وورد، وفي عداد للكلمات راح يعدل لك عدد الكلمات اللي بالبوست. هي مش 50 كلمة مثل ما أنت حكيت بالفيديو، هي يعني البوست هذا أكثر من 500 كلمة. فب 500 كلمة إذا بوست على الفيسبوك مش مقال مرسل لصحيفة، وحتى لو كان مقالا مرسل لصحيفة أحيانا يسهو المرء عن خطأ مطبعي أو إملائي أو نحوي، يسهو، مش لأنه ما بيعرف قواعد لغة وهيك مسائل. هي أنت جاي تسجل لي إياها نقيصة أو مسلب أو عيب؟ ناقش الفكرة يا بني آدم، ناقش الفكرة. بتجايب إنه والله يجوز الهاء والألف تكون موجود حياتها أختها وما بعرف شو. هي طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز، هذا خطأ يعني مش فادح، خطأ يعني مش فادح. لأنه إذا الواحد بيقرأ النص ككل بيعرف إنه هذا واحد اللي كاتب هذا النص وله علاقة جيدة مع اللغة. بس دعني أزدك من الشعر بيتا، يعني هنالك أخطاء أخرى في هذا البوست حضرتك ما اكتشفتها. يعني أنا لما أعدت القراءة شفت الخطأ اللي حضرتك ذكرته، لكن هنالك وصرت تكرر هذا الخطأ وتتكرره في كلامك، يعني وخطأ يعني سهو. ناقش الأفكار، مش الناس بأفكارهم وليس بسقطاتهم أو أخطائهم اللغوية. كثيرون من الأدباء، أنا عندما يعني أنتهي من عمل روائي أو دور النشر تخضع هذا العمل الروائي قبل النشر إلى التدقيق اللغوي. صاير لي مدقق لغوي على هوشنج قوسي، وبتقول لي مالك ضليع باللغة وبتحكي باللغة، مالك ضليع بالسياسة وبتحكي بالسياسة. أنا خايف يعني بلا ما نحكي بعدين تسجلها علي بتقول لي والله أمور شخصية، شخصا الموضوع واستهداف شخصي واللغة مبتذلة واللغة الرخيصة وما بعرف شو. ممكن يعني تيجي بتحكي لي هيك تلبسني أمور ثانية. يعني فيما يتعلق بالفيسبوك أنا نشرت يعني العقوبات أو بناء على التبليغات التي تعرض لها المنشور، وحذف بعض الصور لأنه المنشور موجود. هذا لا يلغي أنه ما في تبليغ، ما مستاء. وأنا مش مسؤول عن عدم يعني متابعتك. أنا نشرت صور سكرين شوت عن العقوبات نتيجة لنشر تلك الصورة. طبعا اللي ناشر
اللي مقدم تبليغ على صور إلهام أحمد وحذف منها 3 صور أو صورتين. هو أبوشي مشان يحذف الصورة بعت التعليل إنه يحرض على الإرهاب، ناشر صورة إرهابية. اللي عامل تبليغ هاي الصورة عند الفيسبوك متهم إلهام أحمد إنه بصفة إرهابية. طبعا البوست يعني 60 شير تقريبا على ما أعتقد، وأكثر من 600 شخص تفاعلوا مع هذا البوست، ويعني ما حذفوا، لكن الفيسبوك عاقبني، نعم عاقبني عليه. وانا نشرت سجل العقوبات، وبامكاني ابعث لك اياه مشان تتاكد مره ثانيه يعني. اثنين، هذا البوست صار متداول، ووسائل الاعلام يعني تابعته واخذته كمصدر وكذا. وانت على ما يبدو انت رايح لارك، متابع يعني شوي، متابع انه مين اخذ. لا مش بس ارك، يعني مواقع الكترونيه اخرى انا فيني ساعدك بهذا الخصوص، يعني مواقع عربيه تناولت هذا البوست كمصدر يعني لصياغه اخبار وهيك هيك قصص يعني. شو كمان يا ماموستا، شو كمان؟ بتقلي والله الحزب مو شايفك ومو شايلك من أرضنا. إيه، حزبي وأنا بعرفه، أو كان حزبي وأنا بعرفه كيف بيتابعني عن نكشة من قنديل للسليمانية، حتى في السليمانية ووصولا لبوخم يا وجع القصيدة، وصولا لبوخم. أنا أحد عبد السلام ونواف حاولوا أنه يدخلوا صديقا مشترك بيننا، صديق أكون له كل الاحترام، ويعني عرفانين أنه ما فيني أقول له لا، صديقي يعني وما فيني أقول له لا يعني. فحاولوا يضغطوا علي في أنه ما أنشر الفيديو اللي بخاطب فيه بشكل مباشر عبد السلام أحمد ونواف خليل. اتصل الرجل، فأنا قلت له أنت ذكرتني بأنور السادات. اللي خير ليش وشان؟ قلت له أنور السادات جولدا مائير كان عندهم جاسوس في مصر، فوسطوا يمكن كيسنجر لأنه يتوسط ويقول للسادات أفرج عنه، يعني بما أنه داخلين في عملية سلام وهيك قصص، مفاوضات سرية، فأفرج عنه. فالسادات قال له يا أخي الله يرضى عليك، كنت حاكيني قبل يومين 3، والله للأسف الشديد يعني اليوم الصبح أعدموا لهذا الجاسوس. فالوسيط من تم ساكت يعني ما حكى، يعني ما تابع الموضوع، ووصل الخبر لجولدا مائير. بعدين فورا بعد ما هذا الوسيط الأمريكي طلع من عند السادات أمر بإعدام هذا الجاسوس فورا. فقال لي صديقي هذا الوسيط، قال لي قال لي يعني شو بفهم من كلامك، انت نشرت الفيديو؟ قلت له طبعا، يا ريت كنت تحكيني قبل 3-4 ساعات 5 ساعات، يعني كان ممكن يعني نحكي يعني في الموضوع. فأنا نشرته وناس عم تشوفه، يعني يمكن أكثر من 200-300 شخص شافوها، مش حلوة أحذفها. فالرجل يعني مشكورا تراجع. فالحزب اللي بيجي ما بيحاكيني بشكل مباشر، بيحاول يضغط علي عن طريق بعض الأصدقاء مشان فيديو. أنا ذكرت أنه أنا راح أنشر فيديو بشكل مباشر اتناول فيه عبد السلام ونواف بشكل مباشر. بتقلي ما بيتابعكم مش شايلك لأرضك. هذه الحشود التي تستهدفني وما خلط علي ستر مغطى، وأمي وأختي وزوجتي وأهلي وكلهم، وأنت أول واحد لازم ترفض هذا القيح، هذا السلوك القميء القذر من حزب الاتحاد الديمقراطي. وبتقول لي على راسي الحزب والإدارة وكل شيء وعيوب سرسريمة. يعني الله يرضى عليك، إذا أنت تعرضت لهيك سلوك، كل فكرك أنه أنا رح أسكت؟ كل فكرك أنا سأقاتل في الدفاع عنك وأرفض
أي شخص يتعرض لكرامتك أو لشخصيتك أو يهينك، أنت جاي تقول لي والله تحاسبني على الحدة في الكلام، ما تروح تسكت التانيين اللي استهدفوني فيه، لم يبقوا شيئا لم يستهدفوه، وبهتانا وظلما وعدوانا. يا ريت على حق. شو كمان ما عم بقفز على يعني نعم أنا كتبت عنك يعني وعن عن فنانين آخرين. أنت لما بتقارن تجربتك يعني مش انتقاص، يعني أنا ما بقول من أنت يعني، بس ما بتستوي يعني الموضوع لا يستوي، لا يستقيم. أنا كنت أفوت 20 سنة واشتغلت في إعلام هذا الحزب، أنت جاي 4 سنوات أو كذا سنة جاي عم تشتغل في قناة في روناهي، في وقت كان في يعني فظائع وجرائم وسجون ومختطفين ومغيبين قسريا، وفي اختفاء قسري، وفي قتل تحت التعذيب، في فظائع في تلك الفترة، وجاي يعني تقارن تجربتك بتجربتي، يعني يا مصطفى ما بيصير يعني، ما بتزبط. أنا كان فيني يكون مثلك، كان فيني أرضخ لعروض وأغراءات الحزب، وأروح حلقة مشلي كمان، ويعني آخذ فلوس كمان وراتب محترم ومنصب محترم وكل شيء محترم، لكني رفضت. أنت قبلت، هذا شأنك. حليمة قبل، طه قبل، أحمد حسيني قبل، هذا شأنكم. أنا لا يعني لا أملي عليكم شيئا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا هذا وسعي وهذا وسعكم يعني، فما بتزبط يعني تجي تقارن تجربتك بتجربتي، إنه أنت والله تركت روناهي وما عاد حكيت، ما يعني شو أنت شو شفت يعني من الحزب ومن قيادات الحزب، أو على أي يعني كم كتاب من كتب أوجلان أنت قاري؟ يعني فيك تعمل لي هيك، نعمل هيك قاعدة مباشرة وتحكي لي شوي عن تاريخ حزب العمال الكردستاني، ماذا تعرف عن يعني تفاصيل هذا الحزب يعني ودهاليز هذا الحزب والقصص هاي؟ أنا لما بحكي عن تجربة، ولما بقول لك إنه أنا كنت في اللجنة التحضيرية في الكونفرنس الفلاني، فأنا ما أعني ما أقول. في 2002، ولما بقول لك أنا كنت بتواصل مع محامي أوجلان وأنا أعني ما أقول. والأتراك بيعرفوا هذا الشيء. مين قال لك الأتراك ما بيعرفوا هذا؟ الأتراك بيعرفوا محامين أوجلان مين بيفوت ومين بيطلع. شو الدنيا سايبة يعني؟ مش بس هيك يعني. لما بقول لك تفاصيل هاي التجارب، أنا في بالي حدا من حزب العمال الكردستاني يطلع يكذبني، مش أنت، لأنه أنت مش مطلع. واحد من أصحاب القضية بين قوسين وأصحاب المشكلة يجي ويقول لي والله مش مزبوط يا وشنك، ما كلامك مبالغ فيه. عم تقول لي والله أنت يعني على وشك أنه تحط حالك محل عبد الله وجلان. لا أبدا، أنا ما بحط حالي أنا أحسن من عبد الله وجلان. أنا أحسن. أنا لم أخدع شعبا بأكمله بشعارات، ولم أتسبب في مقتل 40,000 كردي تحت شعار كردستان مستقلة، وبعدين يجي واستهدف تاريخ الأكراد، استهدف شيخ سعيد. وأنا لم أنصع صورة مصطفى كمال أتاتورك، لم أغسل يدي مصطفى كمال أتاتورك من دماء الأكراد، لم أبرئ كمال أتاتورك من قتل سيد رضا زعيم انتفاضة ديرسم. بتقلي والله عم تشبه حالك بعبد الله وجلال. أنا مش غرورا، أنا أحسن منه بكثير بقضايا كثيرة يعني. أنا أحسن منه يعني. في يوم من الأيام كنت أدافع عنه في سجنه وأقرأ كتبه وأدافع عن كتبه، ولكنني اكتشفت حجم الخديعة اللي أنا كنت مقطوع فيها،
وشفت انه لا انا مش ما بحط حالي محل عبد الله اوجلان ولا اي من قيادي حزب العمال الكردستاني. وانا لما بحاكيك عن اوجلان انا قاري اوجلان، انا قارئه واعلم وكتبت وذكرت في كثير العيوب والمثالب في كتبه. في يوم من الايام يعني كنت مدافع عنه واعتذرت عن تلك الايام. انت بتقبل اعتذاري حر، لا تقبل كمان حر يعني. فأنا لما بحكي ما ببالغ فيما يتعلق بموضوع حزب العمال الكردستاني اللي بيشكك وبيتصل معك أو بيحاكيك مين ما كان يعني خليه يجي ويواجهني بالحجة والدليل والبرهان والبينة على من يشكك، والبينة على من يشكك ما مستاء. فأنا ما مش قضية إنه والله بيقارن حاله بعبد الله أوجلان وما بعرف شو. أنا أضربت عن الطعام 6 أيام أسبوع مشان خاطر عبد الله أوجلان لم يضرب عن الطعام يومين مشان نفسه لم يضرب عن الطعام يعني شو جاي تقول لي والله. وهي الصور كمان أعيد وأكرر، يعني صور أنا التقط قبل 14 سنة والظرف والحدث اقتضى انه انشر هاي الصور يعني. شو كمان يعني بتقول لي الفيديو طويل، والله طويل شو بدي اسوي، انا مش يوتيوبر، انا مش مثلك. انا ما في يعني مش عيب يعني الواحد يكون يوتيوبر، مش يعني قصدي انه ما بفهم في المنتجي. البرنامج اللي بيستخدمه موفي ماكر تبع الويندوز يعني، ومش هالخبير في هذا الامور. وانا يعني مش همي يعني انت شفتني شي مره بقول شير ولايك وسبسكرايب وما بعرف، ما بقول مش عيب اللي بيقول هيك قصص يعني، مش عيب. بس انا ما بقول هيك، انا مشان التوثيق اوثق هذا الكلام اللي عم بقوله كنوع من التوثيق، لا اقل ولا اكثر يعني. شو قفز والله ملاحظات كثيرة كتبتها ما مثلها، ومشان ما تتضايق من طول الفيديو يعني ما بقفز من هي. لما بقول والله هذا واحد غبي وتافه وكذا، ما مستاء للبر كالور شوي هيك. في الشعر العربي قديمه وحديثه في شتائم، في كلام حاد وكلام بذيء، في الرواية نفس القصة، في الأفلام الأوروبية نفس القصة، في الحكي العادي الواحد لما بيحكي بنفسه. ما تجي هيك تعمل لي قاموسك اللغوي قاموس معقم، وإنه أنت كلمة لما توصفه بالغبي أو بتوصفه أنا راح أوصفه بأنه غبي وتافه. تعرف ليش؟ لأنه باعت لي إيميلات بيمدحني فيها، ما فتحوا رزق مدائح مولوية ونشرت الإيميلات، وبيجي بيشتمني في عيني وفي طفولتي وفي ثقافتي وفي وطنيتي، وهو بيني وبينه يعني 7 سماوات من العمل والجهد والتعب والاشتغال على الذات. طبعا غبي وتافه يعني. اللي اذا بتعتبر لي هاي والله لغه حاده ومبتذله ورخيصه، وانت يعني لغتك لغه حواري النبي عيسى وهذا شأنك، ان شاء الله تكون انت يعني التلميذ ال15 او ال13 من تلاميذ يسوع المسيح، او يعني احد المبشرين بالجنه. انا مش هيك، انا انسان طبيعي بشتم اللي بيستحق الشتم، وبحكي وبكتب شعر وبكتب أدب وبكتب الكلام من كلام اللي حضرتك بتحبه يعني. فلا تجي تعمل لي فيها عداد ومعقم وتسجل لي هيك انه والله انت كل وانت والله صاير شغله وانت بدك تضب الناس وتضب عبد السلام. نعم، أنا فيني وأنا يعلمون ذلك.
يعني بقوة القانون، بقوة القانون هن يروجون لأفكار متطرفة، وهن على علاقة مع منظمة مصنفة إرهابيا في الاتحاد الأوروبي. أي تطاول، أي تهديد، أي إساءة لهوشنكو أنا بإمكاني أجرهم للمحاكم وضبهم وأحطهم بصندوق وبحطهم لعند آل خليل. فيني أسوي هيك، فيني ارفع قضايا واعمل رأي عام وهالقصص وشو وبرا والمسائل كلها امام القانون وفي الاعلام وهيك فيني اسوي. يعني اذا لم انجح في هذا الموضوع كمان بامكاني ان ازعجهم لدرجه لا يمكنك تصورها. فانا بتمنى انه ما يجبروني وتوصل الامور لهذا المستوى. لهيك قلت لهم ضبوا كلابكم. فأنا بقول لهم مرة تانية يعني عن طريق هذا الفيديو خلي يضبوا كتابهم أحسن لهم. يعني يجي حدا يناقشني بالدليل والبرهان والأهلا وسهلا، يشتم سيلقى الرد. يعني شو كمان، ما في مشكلة إنه واحد يغير قناعته، تقول لي والله كان شيوعي وغير قناعته. غير قناعته، راح لعند الائتلاف، شاف انه ابواب الائتلاف مسكره بوشه مثل الحل الهندي، صار ابوتشي. اذا الابوتشي سكروا الابواب في وجهه بيصيروا برزاني، اذا البرزاني سكر الابواب في وجهه بيصير طالباني، طالباني سكر الابواب في وجهه بيصير بحثي. هذا اخلاق، هذا اسلوب، هذا منطق في تغيير القناعات. انا كنت ابوتشي وصار لي 10 سنوات. انت شفتني شي مره، شفتني يعني انا مقال عم بمدح فيه الأتراك، عم بمدح فيه السياسة التركية، الأردن، خلي يجيبوا إلهام أحمد وجماعته، يجيبوا شيء يوثق كلامهم أنه هوشنج أردوغاني وهوشنج تبع دولارات. الدولارات مثل ما قلت لك دولارات عندهم. إذا أنا بدي دولارات يعني بروح واشتغل عندهم، مثل ما حضرتك أنت كنت بتشتغل عندهم، الدولارات موجودة عندهم. نواف ما بيشتغل ببلاش، انت كنت بتشتغل ببلاش في التلفزيون وناهي، انت كنت متطوع مجاني. انا لما كنت بشتغل في سورقول كان في تطوعي، كنت في هيئه تحرير ليلان كان تطوعي، كنت في هيئه تحرير روجدا كان عمل تطوعي. يعني ايام الضيق والحرج والملاحقه كنت بشتغل في اعلام حزب العمال الكردستاني متطوع، ما في رواتب. بس نواف كان في اوروبا بياخذ راتب، وكنت عم بشتغل شغل نواف كمان، بيبعث لي شغله ترجمات مراجعات هيك قصص. طبعا بدي اقول اللي بينكر بدي حاسبه اللي بينكر جهدي عليه وفضلي عليه، وفوق هذا بيجي بيطعني وبيشكك فيه، بدي حاسبه واسكره بوشه بالدليل كان من كان. بتقول لي والله انت والله يعني شوف ما مستمر الآخر، ما مستدل دار فلامس، شاعرنا المهم، فناننا المهم. من الآخر يعني مزايدة ما بدي حدا يجي يزايد علي سياسيا، ثقافيا، أدبيا، لغويا، وطنيا، إنسانيا. ما بدي هاي المزايدات. حدا له عندي شيء يناقشني أهلا وسهلا، بيجي بيقول لي لغة مبتذلة ولغة رخيصة انت حاكي كثير كلام في هذا الفيديو علي، وأنا يعني حاولت قدر استطاعتي إنه ما رد عليك التجريح بمثله، حاولت يعني. فأتمنى بتقلي والله من الود حدا بيد واحد بيقول له لغتك رخيصة ومبتذلة، حدا بيكن الود لشخص بيقول له والله أنت بتتاجر بالصور، حدا جاي تفهمني مين هو حزب العمال الكردستاني وكيف يتعامل مع هذا الحزب وتواصل مع الحزب، تعطيني دروس في آليات وأدوات الاختلاف والمسائل. ما مستوى
معذرة، أنا آسف، يعني أرجو المعذرة. هيك دروس وفرها، يعني وفرها. شو كمان؟ أنا قلت لك إنه مثلا البوست ما كان 50 كلمة، كان 500 كلمة. شلون أنت حتى في ضبط الأرقام لما بتحكي لازم يكون كلامك هيك مضبوط. يعني هو شنك رح يرجع للبوست، هو شنك رح يرجع للبوست ويشوف قديش عدد فعلا كان 50 كلمة، كان يعني 500 كلمة وفي بترجع يعني. وأنا لسه ما صلحت هذاك الخطأ وما رح صلحه، رح خليه هيك مشان يكون يعني دليل يعني بإيدك مرة ثانية يعني. آه شو كمان؟ تطالبني بالتسامح. آه ما مست ما مستدل فلمس. أنا رح سامحك على التطاول اللي أنت سويته في الفيديو، أنا رح سامحك، لكن لن أتسامح مع كل من يغطي على الفظائع والجرائم التي ترتكب في روجافا. لن أتسامح مع الكذب والدجل والنفاق في السياسة، في الثقافة، في الأدب. لن أتسامح. تعتبرني دون كيشوت، تعتبرني شو ما بدك، أنت حر. أنا في هذا الفيديو وما قلته في حقي سامحتك، لكن هنالك شيء اسمه حق عام. أنت جاي تعطي دروس لشخصية عامة لها جهد وطني وجهد ثقافي وجهد إبداعي مثبت محقق في الوسطين الكردي والعربي. جاي تعطيني يعني كورسات تربية وتهيئة وهيك قصص، وهيك احكي وهيك ما احكي وهيك انتقد وهيك بيصير وهيك ما بيصير وعاداتنا وتقاليدنا ومن هالقصص هي كلياتها. سامحني، سامحني. أنا هي كمان وهي التجاوزات رح سامحك فيها، بس يعني بتمنى في المرات القادمة إذا حطيت حالك في هيك مواقف وهيك مواقع مع هوشنغوسي أو غير هوشنغوسي، حاول قدر استطاعتك أن تقدم محتوى متماسك رصين متوازن، لا يشكو من العلل والعيوب والرخاوة، لحتى يعني حدا ما يحرجك مرة ثانية. أتركك على خير وأتمنى لك التوفيق في مسعاك أنت وغيرك.